هو مش معقول امهاتنا كانوا بيعملوا الحركه دي من فراغ، لان فعلا انا لما جربتها اقتنعت مليون في المية ان الحركه دي مهمه جدا علشان اخد نتيجه بصل مش اي حاجه. النهارده هنعمل كشري، لكن انا هعمله بحركات ماما ربنا يمسيها بالخير. هناخد نتيجه كشري رهيبه حلوه جدا جدا. اول حاجه بنجيب عدس الجبن بننقعه قبل السلق بساعتين، بعد ما نغسله كويس جدا بننقعه قبل السلق بساعتين، والحمص قبل السلق بليله كامله برضو بغسله كويس جدا جدا، وببتدي احطه في ميه عادي ساقعه من الحنفيه وبنسلقه. بصوا العدس بجبه لما بيتنقع قبل السلق بساعتين العدسيه بتنفش كده وبتبقى حلوه، وبحطه على البوتاجاز يتسلق بدون ما احط له اي توابل. وبعد كده معانا شعريه، طبعا الكميات ترجع لكم على حسب عدد افراد اسرتكم. وببتدي احمر الشعريه بتاعتي في زيت، معلقتين 3 من الزيت، ولحد ما ياخد اللون الجولد دوت. وببتدي اغسل نص كيلو من الرز المصري. انا بقول لكم بمقدار الرز علشان اقول لكم مقدار الميه، لكن طبعا الرز برضو تقدروا تعملوا الكميه اللي تحبوها. بعد طبعا ما غسلت الرز كويس مرتين 3 ببتدي احطه على الشعريه، وبحط الملح واشوحه شويه، وبسقيه بميه مغليه علشان يطلع مفرفر. يعني عقله صباع كده تكون الميه مغطيه الرز عشان تاخدي نتيجه سوى الرز كويس. بغطي الرز، واول ما بيغلي يقرب يتشرب ميته ببتدي اوطي النار شمع. هنا كان العدس بجبه بتاعي استوى. بصوا الحبايه جميله، عامل زي اللي بيتباع بره في الشارع بنجيبه من محلات الكشري. في الوقت ده نظبط الملح بتاع العدس بجبه علشان لما نيجي نحطه على الكشري يبقى مظبوط الملح، ما يبقاش دلع وطعمه مش حلو. هنا كان الرز بتاعي اتشرب تماما الميه وخلاص، هو اوريدي كده استوى. ببتدي بقى اخلي النار اقل، يعني بصوا سهرايه كده اهوت، واسيبه واطفي عليه بعد دقيقتين 3. بعد كده بجيب 3 4 5 6 فصوص من الثوم، معلش الكميه كبيره شويه لكن احنا محتاجينها. وبقشره وهفرمه في الهون، طبعا ليكم مطلق الحريه تفرموه في اي اداه تحبوها. هنزل عليه طبعا برشه بسيطه من الكمون، رشه بسيطه من الكزبره الناشفه، وملح حسب رغبتكم، وبفرم الكلام ده كله كويس جدا. بعد كده بجيب طاسه على البوتاجاز او حله ايا كان اللي هنعمل فيه، احط معلقتين من الزيت، وبنزل بنص كميه الثوم المفروم، بسيب النص التاني زي ما هو في الهون، وبشوح الثوم بتاعي بخلي لونه جلدي كده اهوت ذهبي. وبنزل عليه بطماطم معصوره ومتصفيه من القشر، لو القشر مش بيسبب لكم مشاكل انزلوا بقشرها عادي. لكن انا عندي في البيت مش بيحبوها بالقشر فبصفيها بعد ما بفرمها في الخلاط. بعد طبعا الطماطم بتاعتي ما بتتسبك نص سوا، ببتدي اشيل معلقتين 3 4 كده اهوت على جنب، وهنعرف ليه دلوقتي. وببتدي بقى الطماطم اللي اتسبكت نص تسبيكه ديت بنزل عليها بباقي الثوم المفروم اللي كان في الهون اللي قلت لكم اركنوه علشان هنعوزه اهو. بنزل برشه من الكمون، ملح حسب الرغبه، شطه اختياري تماما. وبنزل بربع فنجان من عصير الليمون، يعني بما يعادل 3 4 ليمونات معصورين. وبزود اهو الليمون اهو. وبزود حوالي نص لتر من الميه، يعني ممكن نقول كوبايتين ميه بمجات الشاي اللي هي ام ايد دي، كوبايتين 2 ميه، عشان احنا مش عايزين الصلصه برضو تبقى ميه وميه خالص، احنا عايزينها صلصه ودقه في نفس الوقت. انا هنا دمجت الصلصه والدقه مع بعض. جربوا التركايه دي هتعجبكم جدا جدا، هتحسوا ان انتم مش بتاكلوا كشري، لا بتاكلوا فته. بعد كده بقلبها بقى وبظبط ملحها على حسب رغبتي، احط سنه شطه زي ما قلت لكم لو انتم حابين، رشه من الكمون، وبس كده وتغلي غلوه وبطفي عليها. الحمص بتاعي هنا كان خلاص برضو كان استوى، وبعد ما بيستوي ببتدي برضو اظبط الملح علشان ما يبقاش عادب واحنا بناكل. نقدر بقى نشطفه من الميه السخنه ونركنه على جنب بس بعد ما نظبط الملح بتاعه. معايا حله على البوتاجاز فيها رشه من الملح علشان نسلق المكرونه بتاعتنا. انا هحط ميكس مكرونات، يعني حطيت اسباجيتي، كميات بقى ترجع لكم على حسب عدد افراد اسرتكم بالف هنا وشفا. حط مكرونه مرمريه، مكرونه ودع، مكرونه اقلام، اي نوع مكرونه تحبيه حطي نوع واحد. بصي مش بتفرق اي حاجه خالص، لكن انا عندي ولادي بيتدلعوا شويتين، لا دي عايزه نوع مكرونه، لا ده عايز نوع، انا بريح نفسي بقى واجيب الكيس واخد من كل الكيس شويه شويه كده اهو. هنا برضو تركية مهمه جدا، المكرونه بنسلقها 3 ارباع سوا، ما بنسلقهاش سوا كامل، علشان لما بتسلقيها سوا كامل وتيجي مثلا بقى تغرفي الكشري هتحسي ان هي عجنت ولزقت في بعضها، لكن لما بتسلقيها 3 ارباع سوا نيجي بقى نحطها على الكشري نلاقيها مفرفره وحلوه. بعد ما بتتسلق بنصفيها من الميه وبنركنها. انا شخصيا مش بغسل المكرونه بعد ما بتتسلق. بعد كده معانا بصل، وبرده ملحوظه حابه اقولها مهمه جدا عشان ابقى براعي ربنا للاخر.
انا لما باجي استعمل في الكشري البصل مش بستعمل البصل الاحمر بتاعنا، لا بستعمل البصل الابيض اللي هو كده بنسميه البصل الصعيدي، وده بيدي نتيجة احسن. بنحط طبعا كمية الزيت المناسبة لكمية البصل ونبتدي نقلبه وايدينا فيه على طول، مش بنروح في اي حتة لحد ما ياخد اللون الجولد القمر ده اهو. بصوا عامل ازاي خطير. بعد كده فاكرين الثلاث معالق صلصه اللي قلت لكم هنشيلها، هحط عليها معلقه كبيره من الشطه، معلقتين كبار من زيت بتاع تقليه البصل، وبقلب الكلام ده كله كويس جدا جدا. ودوقي اجمل واحلى شطه، يعني بجد خطيره. عملنا شطه جميله وحلوه للناس اللي بتحب الشطه. هنا بقى اللي بقول لكم عليه حركه امهاتنا ربنا يمسيهم بالخير ويخليهم لنا، ان احنا بنطلع البصل على ورق الكراسات. كنا زمان بنعمل كده، ماما تقول لي يا نرمين هاتي كام ورقه فاضيين من عندك علشان نطلع عليهم التقليه بتاعه الكشري، بس ما يكونش مكتوب فيهم. ليه يا ماما؟ تقولي عشان الكتابه بتجيب تسمم. وساعات اقول لها يا ماما حطي 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 اكو وربك يفك، تقول لي يا بنتي يا بنتي هتتجوزي وتفتحي بيت ازاي؟ فيعني ربنا يمسيها بالخير. فطبعا امهاتنا كلهم كانوا بيطلعوا الكشري اسفة الورد البصل على الورق بتاع الكراسات. فلما نيجي نطلعه، بس طبعا ما نطلعش ورق كراسات مكتوب فيه، ورق كراسات يكون نظيف ولادنا مش عايزينه، ونبتدي نطلع. هتاخدي نتيجة بجد جميلة حلوة جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم واوصل لكم اي معلومة ولو بسيطة. لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في قناتي، واشوفكم في اكل جديد على خير، وباي باي.